لقاء خاص ومميز مع المخرج الشاب الواعد استاذ محمد مختار. طبعا هو ليه فيلم مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق. طبعا الفيلم اتعرض النهارده بدار الاوبرا المصريه في مهرجان سينماتكس. عايزين نعرف اسم الفيلم. اولا الاسم اخترته بناء على ايه؟ والله انا اخترته بالنسبه يعني كان دايما عندنا في الامتحانات كده يجيب لك في الاخر جمله مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق، ودايما الامتحان يبقى صعب قوي ويجي في الاخر الجمله دي. تمام. فكنت بحس ان هو يعني قد ايه الناس ممكن يبقى الامتحان بالنسبه لها سهل وفي نفس الوقت ناس بالنسبه لها صعب، وفي الاخر يجي لك الجمله دي تحسسك ان انت لا، ده الامتحان سهل جدا مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق بقى. هاوي يا محمد ولا دارس؟ لا انا بدرس في جامعه بدر، كليه الفنون السينمائيه والمسرحيه. تمام. الفيلم بتاعك المده بتاعته تايم قد ايه؟ 13 دقيقه. 13 دقيقه. مين ساعدك في الفيلم؟ يعني كان في مساعدين معاك ولا انت؟ لا اكيد اصحابي من الكليه طبعا، وزمايلي حتى من بره الكليه وممثلين مسرح في جامعه القاهره وكده. ساعدوني جدا سواء بتمثيل او مساعده في الاخراج او حتى في الانتاج. كله يعني دعمنا بعض ككرو كلنا، مش كمنتج واحد او كده وبس، وقررنا ان احنا نخوض التجربه كلنا مع بعض يعني. ده اول فيلم ليك ولا عملت افلام قبل كده؟ عملت حاجات قبل كده بس قصيره برضو، كانت مشاريع يعني ليا في الجامعه في الكليه، سواء سنه تانية او ثالثه او كده، ودلوقتي انا في سنه رابعه وبحضر مشروع تخرجي بقى ان شاء الله. ان شاء الله. هنستمر وهنعمل افلام كتير ان شاء الله. الدوره الجايه تبقى في فيلم تاني اكيد ان شاء الله. الدوره الجايه فكر تاني اكيد وانا مبسوط جدا بالتجربه عامه، وملتقى لطيف جدا وحد يعني ادى للشباب المساحه والتجربه ان هم يبقوا بيعرضوا افلامهم في سينما، مش مجرد يعملوها وتتحط على فلاشه او تنزل على النت يعني. هم دعمونا وادوا لنا المساحه ان احنا نعبر عن نفسنا في سينما وفي قاعه وناس تيجي وتلبس بدل. ده في حد ذاته طاقه للشباب ان هي تعبر عن نفسها وتشتغل اكتر على نفسها.